السلام عليكم. النهارده هنتكلم على الكونتراسيبتيف المتاحه في الصيدليات، في نفس الوقت هنتكلم على بعض الاسئله المشهوره اللي ممكن المريض يسالها لك وانت واقف في الصيدليه. الكونتراسيبتيف عموما تتقسم الى جزئين، جزء بنسميه كومبايند هرمونال كونتراسيبتيف، هو الجزء ده كله بنسميه كومبايند هرمونال كونتراسيبتيف، بيتكون من استروجين وبروجسترون، وجزء تاني عباره عن بروجسترون بس، بروجسترون اونلي. يبقى انا عندي في الطبيعي اي قرص كونتراسيبتيف موجود عندي في الصيدليه بيتكون حاجه من الاثنين، كومبايند هرمونال كونتراسيبتيف اللي هو عباره عن استروجين مع بروجسترون، او يكون بروجسترون بس. الحاجه البروجسترون بس ده ما بنستعملوش غير في حاله واحده بس، اللي هو في حاله ان البيشنت تكون لاكتيتنج مذر. زي ما احنا عارفين الاستروجين بيحصل له عمليه ريليز في الميلك، فبالتالي اللاكتيتنج ماذر ما ينفعش تستعمل اقراص يكون فيها استروجين، فاحنا بنعمل بريسيرف للمجموعه اللي هي بروجسترون بس لللاكتيتنج ماذر. ثلاث مواد فعلا مشهورين جدا، اللينسترينول والليفونورجاستريل والدوزيجاستريل. اللينسترينول موجود في دواء اكزلوتون، والليفونورجاستريل موجود في المايكرولوت، والدوزيجاستريل موجود في السيرازيد. يعني تاني انا عندي دلوقتي نوعين من الاقراص الكونتراسيبتيف، نوع بيحتوي على كومبايند هرمونال عباره عن الاستروجين مع نوع مع جنريشن معين من البروجسترون، الليفونورجستريل، جستودين، نورجستيميت، دروسبرينون، سيبروترون. بس المبدا بتاعهم واحد، هو عباره عن قرص استروجين مع بروجسترون. ودولت يعني اغلب اللي موجود في الصيدليه عباره عن كومبايند هرمونال كونتراسيبتيف. الادويه بتاعتها مشهوره جدا، عندك جينيرا وفي موجيسال وسليست وياز والياسمين ونور كارمينا وديان. بعدين عندنا نوع تاني من الكونتراسيبتيف بنسميها امرجنسي كونتراسيبتيف. ايه الامرجنسي كونتراسيبتيف ده؟ اللي اصلا مش ماشي على راس كونتراسيبتيف، بس بتستعمله في حالات الامرجنسي، في حالات السكشوال انتركورس. في الطبيعي مش ماشي على راس بصفه يوميه، يعني مش بتاخد لا كومبايند هرمون ولا بروجسترون. الامرجنسي كونتراسيبتيف موجود عندي في شكل دوايين، حاجه اسمها كونترابلان ودواء تاني اسمه نوجرافيدا. كونترابلان ده بيحتوي على نوع من انواع البروجسترون بس التركيز عالي، او الليفونورجستريل. الليفونورجستريل هتلاقيه موجود برضو عندنا هنا في دواء اسمه مايكرولوت، موجود برضو هنا ككومباينيشن مع الاستروجين في دواء اسمه مايكروسيبت او ترايوسيبت. بس في كميه الليفونورجستريل هنا في القرص الواحد 75 من 100 مللي جرام، ده جرعه كبيره. تسمى كاميرجنسي كونتراسيبتيف. علبه الكونترابلان عباره عن 4 اقراص، القرص الواحد ب 75 مللي جرام. الدوز في الامرجنسي، دوز الكونترابلان في الامرجنسي كونتراسيبتيف عباره عن قرص كل 12 قرص 75 مللي جرام كل 12 ساعه. هم قرصين ورا بعض بس، يعني 75 مللي جرام وبعدها ب 12 ساعه 75 مللي جرام ثانيه. يعني علبه الكونترابلان بتكفي جرعتين كامرجنسي كونتراسيبتيف يعني، بس لازم يتاخد في خلال 72 ساعه بس من السكشوال انتركورس. بالنسبه للنوجرافيدا، النوجرافيدا عباره عن فاجينال سابوزيتوري، بيحتوي على ماده اسمها نونوزايلون 9، ده سبيرميسايدل، بيتاخد كفاجينال سابوزيتوري قبل السكشوال انتركورس ب 10 دقائق، والمفعول بتاعه بيستمر لمده ساعه. كده بقى خلصنا الكومبايند هرمونال كونتراسيبتيف، عباره عن استروجين مع بروجسترون، جنريشن معين من البروجسترون. هنتكلم عن الفرق بين كل جنريشن والتاني من البروجسترون، وايه السايد افكت بتاع كل واحد، وايه مميزات كل واحد عن التاني. بعد كده بعدين اتكلمنا عن البروجسترون اللي هو قلنا في اللاكتيتنج ماذر بس، وبعدين خدنا الامرجنسي كونتراسيبتيف اللي هي في حاله البيشنت اللي اصلا مش ماشي على راس كونتراسيبتيف سواء كومبايند هرمونال او البروجسترون. طيب هل في حقن كونتراسيبتيف؟ في حقن كونتراسيبتيف اللي هي حقنه الشهر وحقنه ال3 شهور. حقنه الشهر اللي هي الميزوسيت، وحقنه ال3 شهور اللي هي الديبو-بروفيرا. دي عباره عن انجكشن كونتراسيبتيف بدل الاقراص كل يوم قرص وبتاع، هي حقنه واحده في الشهر، حقنه واحده كل 3 شهور تشتغل ككونتراسيبتيف يعني. بعد كده عندنا حاجه اسمها فاجينال رينج. الفاجينال رينج ده مميزات ثانيه، سيلف انسيرشن في الفاجينا، بتطلع برضك هرمونات اسمها نوفا رينج. انتريوترال ديفايس، ده ديفايس لازم يتركب عند الدكتور، بيحتوي على هرمون اسمه ليفونورجستريل اللي هو مشهور قوي بالاول بالهرمون اللي هو اسمه مارينا. دي كده تجميع كل الكونتراسيبتيف الموجوده. هنتناقش كده مع بعض في بعض الاسئله ممكن العيان يخش يسالك فيها. دلوقتي انت واقف في الصيدليه، دخل لك عيان بيقول لك بص، هو انا يعني بيسالك عن نوع كونتراسيبتيف معين هو مش موجود عندك او هو ناقص اصلا في السوق، جت فتره كده ما بقتش موجوده. بص يا دكتور، انا ماشي على الجنرا، ممكن في ممكن اخد بديل تاني؟ ما انت عارف اول حاجه العيان ممكن يسالها لك، او ممكن اخد بديل، او ممكن تاخد بديل لو انت بتبدل في نفس جنريشن بروجسترون.
او لجنريشن تاني افضل منه. طبعا لما نشرح السايد افكت والمميزات والعيوب بتاع كل جنريشن هتقدر تتقرر معاه هو ممكن يمشي على ايه. فاول عين اول سؤال ممكن يتسالك، هل ممكن ابدل او اخد بديل؟ فانت تشوف له بديل نفس يعني في نفس الجنريشن او بديل احسن منه. مثلا عند جينيرا ممكن تطلع في موجيسال، سالك مثلا على ياسمين ممكن تطلع له الياز او النور كارمينا. ثاني حاجه ممكن تقابلك مثلا دخل لك عيان بيقول لك بص يا دكتور وانا عايز الياسمين، راس الياسمين هو اصلا يعني مش عندك او اصلا ناقصه اصلا مش موجوده. طيب انت تقول لي طب بص اقول لك حاجه، هو الياسمين مش موجود، ممكن اديك البديل بتاعه اللي هو الياز، وفي نفس الوقت بيحتوي على نفس الماده الفعاله. مش بس كمان نفس الماده الفعاله، ده كمان نفس الشركه المصنعه ليهم واحده، شركه باير هي اللي مصنعه الياسمين هي اللي مصنعه الياز. والله بص العين انا سمع كلامك وخد علبه الدواء، وبعدين راح بيفتح علبه الياز، لا الياز ده لا العلبه فيها 28 قرص واصلا الياسمين دي كانت 21 قرص. راح راجع لك تاني الصيدليه لك بص هو انت قايل لي ان هو نفس الماده الفعاله، طب ازاي بقى العلبه ديت 21 قرص العلبه دي 28 قرص؟ حلو، هتلاقي هو في اصلا هتلاقي كل الكونتراسيبتيف اللي موجوده هنا هتلاقي كلها 21 قرص، ما عدا ده مثلا زي الياز ده 28 قرص. اشمعنى ده 28 قرص؟ شركه باير قالت بص قالت ايه، العيان متعود على ميعاد قرص الكونتراسيبتيف كل يوم بالليل مثلا نثبتها ميعاد تاخد فيه قرص الكونتراسيبتيف، وبعدين اجي اسيبها 7 ايام اسبوع من غير اي قراص خالص، وبعدين ارجع تاني اقول لها اشتري علبه ثانيه جديده تتعود على تاني. احنا مصدقين اصلا هي اتعودت اصلا من الاول ان هي على ميعاد القرص، فنرجع لها ما تاخديش حاجه في 7 ايام دول عشان السايكل البيريود تنزل، وبعدين ترجع تاني تاخد القراص تاني، فده طبعا لخبطه بالنسبه لهم، كده اصلا بينزلوا لوحدهم من غير حاجه. شركه باير قالت بص هو انا هعمل هكمل ال7 اقراص دولت ببلاسيبو دراج، يعني هحط ده يعني ماده مش ماده فعاله، مش هحط هرمونات، هكملهم ببلاسيبو دراج بحيث ما اثرش معانا في نفس الوقت، هي كل يوم متعوده على ميعاد القرص بحيث ان هي ما تنساش يعني ما تبطلش وترجع تاني تاخد فيحصل لخبطه، ممكن اصلا تنسى تاخد القرص. فبالتالي عملت الياز ده العلبه بتاعته 28 قرص مش 21 قرص بس. هيقول لك يعني اقول لك طب بص يا دكتور بقى يعني انا معاك والله كل حاجه، بس انت قلت لي هم 7 اقراص بلاسيبو وبتاعه مش نفس ما فيهمش ماده فعاله، بس انا شايف 4 اقراص بس اللي في الشريط هم لونهم ابيض، وبقيه الشريط يعني هم مش 7 هم 4 بصراحه. بص يعني هو انت يعني عين رخم شويه بس يعني انت من حقك تعرف يعني. شركه باير برضو بعد الابحاث يعني لقيت ان لما تسيب 4 ايام بس للبيريود ان هي تنزل فيهم لو الكومبليكيشن بتاعه البيريود اللي ممكن تحصل بتقل شويه. فده اصلا سيلينج بوينت ليك لو انت اصلا عين يعني مثلا حد داخل لك بيشتكي من اللي بيحصل كومبليكيشن في الفتره دي، انت ممكن تنصحه اصلا بالياز، هتقول له لا ده اصلا الياز ده مش بيسيب 7 ايام للبيريود تنزل فيهم، لا هو بيسيب لك بس 4 ايام بس، فبالتالي بيكون الكومبليكيشن اللي بتحصل بتكون اقل شويه. احنا كده عرفنا مع بعض الهرمونال كونتراسيبتيف المتاحه عندنا في الصيدليات، وفي نفس الوقت عرفنا مع بعض ايه هي اهم الاسئله اللي ممكن العيان يسالها لك. كده خلصنا كل الهرمونال كونتراسيبتيف المتاحه في الصيدليات بالمواد الفعاله بتاعتها، واتناقشنا مع بعض في بعض الاسئله اللي ممكن العيان يسالك عليها وانت في الصيدليه. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وهنشرح ان شاء الله يعني في فيديو تاني اللي هو لو عيانه دخلت لك قالت لك بص هو انا نسيت اصلا ميعاد القرص الكونتراسيبتيف، فوتت جرعه، ايه اللي ممكن اعمله معاه؟ وطبيعي ان هو لو نسي جرعه القرص الكونتراسيبتيف مش هيروح للدكتور في العياده وهيجي لك انت الصيدليه.